جماعة بجد الإنسان ده غريب جدا. احنا أوقات بندعي بحاجة ولما الحاجة دي تحصل نتضايق، يعني اقعد ادعي ربنا يا رب لو في خير قربه لو شر ابعده، فربنا يبعده من حياتي، ازعل واتضايق، يا رب ما تعلقش قلبي غير بالناس الكويسين ليا، الناس اللي فيهم خير ليا، فيروح ربنا بقى يبعد عنك شوية كده من صحابك، تزعلي وتتضايقي. فايه ده بجد؟ يعني الانسان ده بجد غريب قوي. وفي حاجة تانية برضو حبيبتي عايزة اقولك عليها. انتي مثلا دلوقتي عايزة مثلا تاخدي كورس ألماني مثلا، ومفيش حد عايز ياخد الكورس ده معاكي، هل بقى انتي هتعطلي نفسك علشان مفيش حد عايز ياخد الكورس ده معاكي؟ لا حبيبتي، طريق النجاح عايزة اقولك ان انتي هتمشي لوحدك، شغل بقى دراسة تمرين هتمشي لوحدك، وتعودي ان انتي تعمليه لوحدك وتبقي مبسوطة وانتي بتعمليه لوحدك. او يا ستي لو مش هتبقي مبسوطة على الاقل تبقي متعودة ان انت تبقي بتعملي الحاجه دي لوحدك، ما تبقيش متقدره وانت بتعمليها، متعوده ان انا اروح الدرس لوحدي عادي مش متضايقه. لو انت مش مبسوطه وانت لوحدك فعلى الاقل يعني عودي نفسك ان انت ما تبقيش متضايقه. انا عايزه اروح اتمرن مثلا، بتمرن مع واحده صاحبتي، فصاحبتي ما جاتش النهارده التمرين، عندها بقى ظروف واتيفر، ف هل بقى انا خلاص بقى ايه، طب خلاص مش رايحه التمرين ده؟ لا، ليه؟ اتعودي ان انتي تروحي التمرين لوحدك وتبقي مبسوطة. لو تقدري توصلي للمرحلة دي تحفة، انك تبقي مبسوطة ان انتي لوحدك. لو مش قادرة توصلي لها فعلى الاقل اروح التمرين وانا مش متضايقة ان هي مش معايا. لكن لو بقيتي مبسوطة ان انتي بتروحي التمرين لوحدك فاوعدك ان انتي هتستمري ومفيش يوم هيقع منك. هي جت معاكي اوكي، ما جاتش انا برضو اوكي. ده لو عايزة تنجحي وعايزة توصلي. عودي نفسك اي حاجة مهمة، اي حاجة مفيدة، اي حاجة صحية، اي حاجة هتوصلك لاهدافك. ما يفرقلكيش مين جاي معاكي ومين مش جاي، انتي قطر مكمل، اللي يجي اهلا وسهلا واللي ما يجيش انتي مكملة عادي. فلو في حد معاكي اكيد هتبقي مبسوطة جدا، لان كلنا بنتبسط لما يبقى معايا صاحبتي بتروح معايا التمرين، ده الطبيعي، هتبقي مبسوطة. بس افرضي هي مش موجودة، هتوقفي حياتك؟ لا، انتي مكملة. وبعد فترة خلي بالك لما الدنيا هتحطك في كام اختبار وانتي فعلا ملتزمة، هتلاقي نفسك بقيتي بتستمتعي جدا وانتي بتعملي الحاجة دي لوحدك. بل بالعكس، هيجي عليكي اوقات من كتر ما انتي بتستمتعي ان انتي تعملي الحاجة دي لوحدك، من كتر ما انتي بتستمتعي وانتي بتقضي وقت مع نفسك، مش هتحسي ان انتي محتاجة اصلا ان حد يكون معاكي. بس ده ليفل هتوصلي له لما تمري بالستبس اللي انا بقولك عليها دي. كان في بنوتة بعتالي بتقولي انا بقيت لوحدي، الناس كلها بعدت عني، حاسة كل حاجة في حياتي بتبوظ وبتنهار. فعايزة اقولك حبيبتي ان حياتنا دي عارفين شبه البازل كده، عارفين الحاجات اللي انتوا بتقعدوا ترتبوها فتعمل شبه الهرم كده، بس انتوا ممكن تيجوا في ثانية تلمسوها فتلاقوا كل حاجة وقعت. احنا بقى بتعدي علينا فترات في حياتنا كده، كلنا على فكرة، كلنا بتعدي علينا فترات في حياتنا شبه الزلزال. هتلاقي كل اللي انتي رسمتيه ده بيتكسر قدام عينك. في الوقت ده حبيبتي عارفة تعملي ايه؟ ما تعمليش حاجة خالص، اتفرجي واسكتي واهدي، علشان البازل دي كلها هترجع تترتب تاني، بس ترتيبة المرة دي أحلى وأحسن، ترتيبة مختلفة علشان تخدمك وتخدم أهدافك الجديدة. فالناس كلها بعدت عنك، الدنيا بتنهار قدام عينك، كل حاجة بتبوظ في حياتك، عادي، ده ربنا بيرتبها لك من أول وجديد، بيرتبها لك ترتيبة مختلفة انت مش هتيجي على بالك أبدا. انت مفكرة ان هي بتبوظ، بس هي مش بتبوظ، دي ترتيب وتدابير ربنا ليكي. فما تحاوليش بقى ان انتي تتدخلي في تدابير ربنا دي ابدا، سيبيها تيجي زي ما تيجي، ووالله بترجع تترتب ترتيبة احسن من اللي كنتي عليها 1000 مرة، ترتيبة هتخدم اهدافك الجديدة. فبصي يعني سلمي امرك لله وسيبيها لربنا، وما تزعليش لما الدنيا كده كلها تنهار من حواليكي، لان الدنيا دي بتترتب من اول وجديد، بس المرة دي بقى ترتيبة صح. فحبيبتي سلمي كده امورك لله وخليكي مع ربنا،
ربنا هيبقى معاكي. وبس كده حبايبي، اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. باي باي.